ضمن آراء الشخصية الخاصة التي لا تخرج من المنهج الإسلامي. لا كما نعلمه من الإسلام هو حكم علم الغيب. أكثر من ذلك دخول في بعض التفاصيل التي لا نملك الأدلة لنستدلها من خلالها على أفضل الأفكار. نحن نستطيع أن نقول بأن هذا الإمام غائب والله عز وجل أقطع الحجة، لأن الإمام ابتلاء، من لا يؤمن بغيبة الإمام فهو مبتلى به، والإيمان بالغيب خصوصية. الله عز وجل يقول في كتابه الكامل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول شيء الذين يؤمنون بالغيب والإمام غير بالله فهو امتحان. الإيمان به امتحان، والإيمان بطول غيبته بأنها هذه الغيبة سوف تنقطع بإذن من الله. الله عز وجل حينما يأذن لهذا الإمام بالخروج سوف يخرج هذا الإمام، وليس من يأذن لهذا الإمام بصفة الظلم والجور كما يروج عند البعض. الإمام يخرج حينما نعيش العهد. الإمام ألقى علينا قال أنا سوف أخرج، رسول الله قال سوف يخرج، لكن لماذا؟ ماذا سيفعل الإمام؟ الأرض تسكن معنا. فإذا مسؤوليتي أنا كمكلف كمسلم أن أتعلم من هذا القائد أن أمارس المهمة التي أوكلت إلى هذا القائد قبل خروجه، وهي أن أمارس العدل في كل حال. في بيتي أن أمارس العدل مع أبنائي، أن أمارس العدل مع زوجي، أن أتحرك في حياتي كلها على أساس العدل لأكون مصداقا من مصادق جهدها. وهذا ما لا نرى في المجتمع. نرى ظلم فقط وقد كما جاء في الحديث الشريف أن الله عز وجل قال لأحد أنبيائه اذهب إلى الملك الفلاني فإنه قد خطأ وكثر عنده الظلم، فإني لا أريد أن أسمع صوت المظلوم. أوكل إلى هذا النبي أن يذهب وينصر الظالمين، لأن الله عز وجل لا يحب أن يسمع صوت مظلوم، لا يحب أن يسمع صوت مظلوم لأنه ليس نبيا. والآن لا يجوز أن يكون هناك صوت لمظلوم أو لعائلة مظلومة أو لرجل مظلوم أو لولد مظلوم مع وجودنا، لأنه نحن نسمع الله عز وجل صوت الظلم وهو لا يحب أن يسمع هذا الصوت، وهو يحتج علينا. حملنا الرسالة ليست في فقط، الرسالة لا تحملها نحن إنما الرسالة تحملها القلوب، الرسالة تحملها القلوب. فكل واحد منكم أدرك مسألة شرعية فليأخذها معه. كل واحد فيكم استطاع أن يرد شبهة معينة أو يعطي درسا في آية قرآنية معينة، فهذه الآية حجة عليه يوم القيامة عند الله عز وجل، لأنك كنت تعلم فلماذا بطلت هذه الآية. الإمام أجل الله تعالى رحمه الشريف هو ثانيا يذكر عند البعض يذكر عند البعض بأن الإمام غاب لأنه خاف من بطش الفاحشين وظلم الظالمين، فلجأ واستدعى عن الناس إلى يوم يجهز الله فيه له العدة والعداد ليخرج ويستعين بهذه العدة لينتصر. وأنا أقول بأن الإمام
منتظر ومنتظر. الإمام ينتظرنا نحن لأنه نحن القائل، لأن الارتباط بالإمام ليس ارتباطا فرديا، إنما هو ارتباط بإعداد العدة للقائد لكي يخرج. الإمام يخرج بيده. الآن أنا أقطع لكم أني إذا ألقيت الحجة على الإمام سوف يخرج، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام، أو الإمام لعله الإمام زين العابدين عليه السلام. وسمعت الشيخ يعلم أكثر منا بأنه لو كان بين الكوفة والمدينة 40 رجلا خرجت وجاءوا احتجوا عليه أن أخرج لقتال الظالمين، فقال أحتاج للحجة، جيبوا لي حجة، احتجوا عليه، جيبوا لي 40 رجلا. الإمام يقول حينما نصل إلى مستوى نفكر فيه كما يفكر القادة ونمارس حياتنا الإسلامية ونعيش المفاهيم والقيم الإسلامية فنحن نلقى الحجة عليه. لذلك علة غياب الإمام هو نحن الجهل الذي نعيش فيه، غياب الدين عنا، غياب الإسلام عنا، كل واحد منا يعيش إسلامه الخاص. لذلك هناك تناقضات وخلافات كثيرة في بلدنا، لأننا لا نعيش على شيء مشترك، كل إنسان يعيش إسلامه الخاص. لذلك يحتاج ثورة على هذا الإسلام الذي ابتدع، هو إسلام الشخصنة وإسلام الأنانية عند البعض. وإلا لو كنا كل واحد فينا يعيش نفس الأطروحة ونفس المنهج الإسلامي الأصيل لا يوجد خلاف، إنما الخلاف يوجد أين؟ حينما تفكر وتطرح الإسلام من خلال وجهة نظرك، أصبح الإسلام وجهة نظر عند البعض، وأنا أطرح الإسلام من خلال وجهة نظري. أما لو ذهبت أنا وأنت إلى المصدر الأصلي، إلى القرآن، إلى العبرة، ألا نتحد ونشترك على شيء واحد؟ سنصل إلى نتيجة واحدة ونشترك على شيء واحد ولن نختلف، لأن الخلاف هو اختلاف التباين في الأفكار. إنما عندما نذهب إلى الإمام أو إلى القرآن ونستنطقه ونقول له أعطنا فكرة واحدة سوف يعطينا ولن يدخل علينا الإمام ولا القرآن، لأن الإيمان بالقرآن مرتبط بالإيمان بالإمام عليه السلام، وهذا ما أمره وما قاله الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لن يفترقا القرآن وعبرة. العبرة الآن من هو العبرة؟ الإمام، مش إمام هو، مش هذا دليل على وجود الإمام؟ ما يفترق. عندما لا تجدون القرآن أو يفهم القرآن يمكن أن أقول لكم أنه الإمام لعله ليس موجود، ولكن طالما القرآن موجود، طالما يرفع في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، اعلم أن الإمام موجود وينتظرنا لنلقي الحجة عليه. عندما نحضر له الأسباب ونلقي له عليه الحجة سوف يخرج إن شاء الله. من الأمور التي أشكلت بأن الإمام خاف، وهذا شيء خطأ وخطأ جسام، خطأ كبير. الإمامة هي القوة، الإمامة هي الخلافة الله على الأرض، الإمامة هي هيبة النبوة، هي وجود النبوة، هي امتداد النبوة، هي حمل رسالة النبوة، والإمام لا يخفى. الإمام قوة والإمامة القوة. لذلك الإمام لم يفهم أو لم يجد لأنه خائف، إنما الهيبة هي لإلقاء الحجة عليه. كيف الله عز وجل يلقى الحجة عليه؟ كيف يريد أن يحاسبنا؟ لإلقاء الحجة. الله لا يحاسبك على شيء لم يلقى الحجة عليه. الله لا يظلم، ليس بربك الله يا أبي، الله لا يظلم. الله عز وجل إذا لم يرسل لي من يعلمني أحكام الدين وأنا ضد ولا أعلم أحكام الدين ليس بتقصير مني، إنما أنا لا أدري في التفصيل المعين أو الحكم الفلاني أني مخطئ، فأنا لا أحاسب. ولكن حينما يأتي شخص ويلقي الحجة عليه ويقول لي الحكم
سيحاسب يوم القيامة في عند الله عز وجل لأن الفجر ألقيت عليه. جاء شخص ونبهني كذلك الفجر علمه غيبه الذي هو غيب إلى